عمرك حسيت إن دماغك شغالة 24 ساعة؟ أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم على الأوفر ثينكينج، التفكير الزايد، وإزاي نهدي من أفكارنا ونهدي التفكير الزايد. في الفيديو ده هنغير طريقة تفكيرنا في الأوفر ثينكينج، وبدل ما نحاربه هنتعامل معاه كأنه شركة وإحنا البوس. هنكتشف إن في أفكار معينة بتظهر في دماغنا، وكل فكرة بتحاول تتحكم فينا، سواء كانت قلق، لوم، دور الضحية، توقعات العالية، أو المقارنة بالآخرين. هنعمل تمرين عملي يخلينا نتحكم في الأفكار بدل ما هي اللي تتحكم فينا. عمرك حسيت إن دماغك شغالة 24 ساعة بتحلل كل كلمة قلتها وكل قرار أخدته، ودايما عندك سيناريوهات لكل حاجة؟ أنا عندي ليك خبر مهم: التفكير الزايد مش مشكلة عندك، دي مشكلة في أفكار معينة بتشتغل عندك في دماغك. بس خلي بالك، أنت البوس، أنت اللي بتتحكم في دماغك مش العكس. حط مليون خط تحت الجملة دي. ايه الافكار اللي بتسبب لنا التفكير الزايد؟ قبل ما نتعرف على الافكار خلينا اديلك مثال عملي. كل شركة بتوظف موظفين عشان يساعدوها، بس المشكلة لو الموظفين دول قرروا يتحكموا في الشركة بدل ما الشركة تتحكم فيهم. تعالوا نشوف ايه الافكار اللي دايما بتحاول تاخد مكان البوس اللي هو انت وتتحكم في حياتك. اول حاجة هو القلق او التوتر او الانكزايتي. القلق هو اللي دايما بيقولك ايه اللي هيحصل بكرة، طيب ولو حصل كذا، ولو فشلت في كذا. دايما بيحاول يخوفك من المستقبل ويديك أسوأ سيناريوهات ممكنة. لكن السؤال، هل كل السيناريوهات اللي بيتوقعها بتحصل؟ لا طبعا. لو انت البوس وانت اللي بتقرر تسمع قد ايه للقلق ده، هتعرف انت تقرر ايه اللي يأثر في حياتك. تاني سبب هو اللوم او تأنيب الضمير او الجلد. اللوم وتأنيب الضمير بيخليك تعيش في الماضي ويقعد يفكرك بكل حاجة غلط عملتها. هتسمعه بيقولك ليه قلت كده؟ ليه عملت كده؟ لو كنت عملت كذا كان زمانك في مكان تاني دلوقتي. لكن لو فكرنا منطقيا، هل اللوم بيرجع الزمن؟ لا. الدروس المستفادة مفيدة، لكن جلد الذات مش هيساعدك تتقدم. ثالث سبب هو الشعور بانك ضحية، الفيكتيم مايندسيت. احيانا بتحس انك الضحية وان كل حاجة ضدك وان الدنيا واقفة قصادك. بتحس ان المشكلة بتحصل ليك بس مش لأي حد تاني، لكن في الحقيقة كل الناس عندها مشاكل. الفرق الوحيد ان في ناس بتاخد موقف وناس بتستسلم. السبب الرابع هو التوقعات العالية، الهاي اكسبكتيشنز. التوقعات العالية بتحط لك معايير شبه مستحيلة، ولو ما وصلتش ليها بتحس بالفشل. عايز تكون دايما الأفضل في كل حاجة، ودايما بتحس إنك مش كفاية. لكن الحقيقة إن المثالية المطلقة مش موجودة، والتطور بيجي خطوة بخطوة. السبب الخامس المقارنات بالآخرين، الكومباريزن. المقارنات بتحصل لك لما تبص على حياة الناس وتفكر إن حياتك أقل منهم. كلنا بنقارن نفسنا بغيرنا، بس السؤال هنا، هل بنقارن نفسنا بالعدل؟ انت بتشوف الصورة النهائية للنجاح لكن مش شايف الرحلة اللي مروا بيها. قارن نفسك بنفسك وشوف تقدمك بدل ما تبص على غيرك. دلوقتي احنا اتعرفنا على الأسباب، خلينا نشوف تمرين عملي ازاي نعرف نتحكم في تفكيرنا الزايد. أول خطوة عملية هو ان انت تكتب الفكرة اللي بتدور في دماغك، تكتبها زي ما هي، وبعديها تسأل نفسك سؤال: هل الفكرة دي صح
ولا غلط؟ ولو صح تسأل نفسك سؤال، اديني دليل evidence على صحتها. ولو غلط فكر في احتمالات تانية توضح انها غلط. حدد مين الفكرة اللي ورا الإحساس ده، القلق ولا اللوم، المقارنة ولا الجلد. افتكر إنك أنت البوس، وأنت اللي بتقرر تسمع لمين وما تسمعش لمين. في الآخر التفكير الزايد مش هينتهي بين يوم وليلة، لكنه عادة، والعادات بتتغير بالممارسة. ابدأ من دلوقتي، جرب التمرين اللي قلنا عليه، واكتب أفكارك وشوف هل هي صح ولا غلط. انت البوس، وانت اللي بتتحكم في حياتك، ما تخليش مشاعرك هي اللي تتحكم فيك.